عارف إن رئتك ممكن تبدأ تدمرك وأنت لسه في العشرينات؟ الرئة مش بس مسؤولة عن التنفس، دي المصنع اللي بيدخل الأكسجين لجسمك ويشيل ثاني أكسيد الكربون. لكن المدهش إن الرئة عندها قدرة خارقة، بتتنضف لوحدها من الغبار والدخان خلال أيام، ولو بطلت تدخن في أقل من 3 شهور التنفس بيتحسن، وبعد سنة نسبة الإصابة بالجلطة أو الأزمة القلبية بتنزل للنص تقريبا. كمان في أبحاث جديدة بتقول إن التعرض المستمر لتلوث الهواء أخطر من التدخين نفسه، وده بيرفع نسبة الإصابة بالربو وسرطان الرئة حتى عند الناس اللي عمرهم ما دخنوش، وعشان كده لازم تحافظ عليه. ابعد عن أماكن التدخين، اشرب مية كفاية عشان تساعد جسمك يتخلص من السموم، مارس رياضة بسيطة زي المشي عشان توسع ساعة الرئة، ولو حسيت بكحة مستمرة أكتر من 3 أسابيع لازم ترجع للدكتور فورا. ما تستناش لحد ما تلاقي نفسك بتلهث من أقل مجهود، ابدأ دلوقتي، خطوة بسيطة تحافظ بيها على رئتك. واحنا في صيدليات الصحة عندنا منتجات طبيعية بتساعد على صحة الجهاز التنفسي، وكمان خدمة توصيل لحد باب البيت. صحتك تستاهل تبقى أولويتك.